السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن. بما أنه اليوم آخر يوم في الإجازة وأنا عارفة أنكم مرة مبسوطين ومتحمسين للدوامات بكرة، قلت أسوي لكم شي يفرحكم أكتر ويحمسكم تروحوا الدوام بكرة، شي ممكن تاخدوه معاكم وتتسلوا فيه في الدوام. حيكون سلطة سبانخ. خلينا نروح للمقادير. أول شي حنحتاجه هو السبانخ. السبانخ دي أنا ليا فترة بدور عليها وماني لاقية، وسألتكم قبل كده وقلتولي إنه في دانوب الخلدية، فروحت دانوب الخلدية ولقيت السبانخ. ولما كنت واقفة وكده بعبر عن مشاعري بصوت عالي على السبانخ، لقيت واحد جنبي كده بديني نظرات غريبة إنه يعني من جدك ترى سبانخ، يعني مو لازم قد كده تتكلمي. المهم أنا ما حرجع دانوب الخلدية مرة تانية. السبانخ نبغاها بورقتها، ما حنقطعها، بس حنشيل الساق ونخلي الورقة زي ما هي. حنحتاج كمان فلفل رومي أحمر ونقطعه شرايح رفيعة. تفاحة خضرا نقطعها أرباع وبعدين نقطعها شرايح رفيعة. حنحتاج برضو فراولة وبرضو حنقطعها شرايح رفيعة. وعشان فايدة السلطة تزيد حنحط عليها مكسرات، فحنحتاج شوية صنوبر وكمان شوية لوز مبشور، حتلاقيه عند جهة البهارات، الرجال اللي بيع البهارات. عشان نسوي الدريسنج حنحتاج خل بلسمك وزيت زيتون وكمان عسل، أي نوع عسل من السوبر ماركت، وفلفل أسود مطحون، والخردل العادي اللي ما في له أي طعم، لا هو ديجون ولا شي تاني. عشان نبدأ نسوي الدريسنج حنخلط كل شي مع بعض، ما في أي ترتيب معين وبرضه ما في مقادير معينة، يعني حنحط إلين ما نوصل للطعم اللي نبغاه. أنا هنا حطيت شوية عسل بعدين رجعت زودته لأنه حلا العسل هو اللي لازم يكسر طعم الخل بالسمك، فحنوصل لطعم في النص بين الاتنين. بعد ما حنحركه مضبوط مع بعض حنخليه شوية على جنب إلين ما يزبط طعمه. وبكذا فيديو اليوم حيكون خلص. إن شاء الله السلطة تكون عجبتكم. اللي تجرب السلطة وتعجبها تسوي لي تاج في تويتر، في انستغرام، في أي مكان، وتقول لي إيش رأيها في السلطة. أنا عارفة إنه ناس ممكن ما تتقبل الأطعام دي اللي انخلطت مع بعض، بس الواحد يجرب أشياء جديدة بدل اللي هو دايما متعود عليها. عنود حبيبتي، شكرا على السلطة، وأشوفكم في فيديو تاني قريب إن شاء الله، ومع السلامة.